ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جديده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدا القصه يلا بينا كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتب الصلاه على النبي في التعليقات. وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واللي انتم تشتركوا في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نستمر. وقبل ما نبدا الحكايه اعرفكم بنفسي، انا نجوى، عندي 35 سنه، وفي يوم صحيت على صوت زغاريط وخرجت لقيت حماتي بتقولي: ألف ألف مبروك يا نجوى يا بنتي، ما تعرفيش فرحتلك إزاي. أول ما عرفت إنك حامل حسيت إن الدنيا مش سيعاني، ربنا يكملك حملك على خير. هو أنت برضو قلت لأمك يا مراد؟ أنا مش فاهمة، هو أنا كلمتي مش بتتسمع ليه؟ إيه طريقة كلامك دي؟ ما ينفعش تتكلمي كده قصاد ماما. جرى إيه يا بنتي؟ وأنت ما كنتيش عاوزة تعرفيني ولا إيه؟ انتي عارفة اني لما اعرف انك حامل هفرحلك، ده موضوع الحمل ده كنا مستنيينه من بدري، ده يوم الهنا يوم ما سمعت الخبر. لو سمحتي يا حماتي بقى، مش عايزاكي تقولي لبناتك، مش عاوزاهم يعرفوا حاجة عقبال ما الحمل يثبت. انا لسه في اول الحمل ويا عالم، لما الحمل يثبت نبقى نقول للناس. معلش يا بنتي بقى سامحيني، والله من فرحتي اول ما عرفت الخبر قلت لهم، واعملي حسابك إن أنا أصلا حاسبهم وحاجة أقعد معاكي الفترة دي عشان خاطر أخدمك، مش هخليكي تقومي من السرير ولا تعملي أي حاجة. عارفة القشية من على الأرض مش هخليكي تشيليها. خلاص يا حماتي، طالما قلتي للناس خلاص، بس بالله عليكي بقى، أنا مطلعة فرخة جوه، ادخلي يلا اعمليها لي عشان جعانة قوي. عينيا ليكي يا حبيبتي، اللي تأمري به يحصل. وبعدها دخلت. هو أنا ممكن أفهم إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ وإزاي بتتكلمي مع ماما بالطريقة دي؟ الست أول لما عرفت قالت ما ينفعش تسيبك، وإنت تتكلمي معاها كده، هو ده جزائها؟ أنت عارف يا حبيبي أنا بخاف قد إيه على صحتي، والدكتور قايل إن أي حركة أو زعل عليا غلط، فمفروض بقى ما تزعلنيش وتحرق لي دمي. وبعدين أنت عارف كويس إني بخاف من العين، وما كنتش عاوزة حد يعرف قبل ما الحمل يثبت. خايفة من عين مين؟ خايفة من عين ماما؟ ماما مستنية الحمل بتاعك أكتر مني ومنك، دي نفسها إنك تحملي أكتر من نفسها إن بنتها تحمل. يا أخي ده مسلسل هندي ومعمول قدامك عشان الفلوس اللي بتدفعها عليها كل شهر. طب وطي صوتك، وياكي تتكلمي الكلام ده قدام ماما، ما تجيبيش سيرة الفلوس قدامها خالص. انت سامعة ولا لأ؟ وكده من وشي. وبعدها دخل ونجوى وقالت: كده ماشي يا مراد، والله لوريك. وبعدها دخلت المطبخ. بقولك ايه يا حماتي، أرجوك أنا عاوزاكي تنزلي كل الحاجات دي، أصل بقالها كتير ما اتغسلتش، وياريت تغسليها وتنضفيها وبعدين تطلعيها تاني. اللي تأمري به يا بنتي يا حبيبتي، روحي انتي بس ارتاحي، وبعدين أنا هعملك كل حاجة. وفي شقة حماتي كانت قاعدة ناهد وفريدة، بناتها الاتنين. وناهد قالت: شفت أمك عملت إيه؟ دي أول لما سمعت إن مرات أخوك حامل جارت على هناك، ومش هاممها نفسيتي ولا اللي أنا حسيت بيه. يا حبيبتي كل شيء اسمه ونصيب، وربنا مش رايد إنك تكوني أم دلوقتي، خلاص بقى احمدي ربنا على كده، كل شيء بقدر وميعاد. على العموم لما أشوف آخرتها مع أمك، والله لو ما عملتش اللي عاوزاه والله لا أسيب البيت وأمشي من هنا. هو أنت عاوزة منها إيه؟ وبطلي كل شوية تهددي أمك بالكلام، عشان كده هي هتزهق والله. بقولك ايه، خليك انت على جنب، مالكيش دعوة بيا خالص، أنا رايحة هناك وبعدين هتعرفي أنا عايزة ايه. وبعد كده كنت خارجة أنا ومراد، فمراد قال لأمه: طب بقولك ايه يا أمي، احنا رايحين للدكتور وهنجيب أكل واحنا جايين، يا ريت ما تعمليش أكل. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا مراد؟ أنا ما ينفعش أكل من بره عشان ده خطر على صحتي وعلى صحة الجنين. مراتك عندها حق يا ابني، ده أنا هعمل لها أكل يا حبيبي حلو، وهات الأكل اللي انت عاوزه لنفسك. على العموم أنا هنزل أسخن العربية عقبال ما تنزلي عشان ما تقفيش كتير في الشارع. وبعدها نزل وأنا قلت لحماتي: بالله عليكي يا ماما بلاش تاكلي الأكل اللي في التلاجة، أصل احنا آخر الشهر يعني، وانت عارفة الظروف. ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوليه ده يا بنتي؟ أنا شبعانة والحمد لله، وباكل في بيتي،
انت عارفة الكلام ده كويس قوي. وبعدين أنا وأنا جاية مليت التلاجة، فما فيش داعي للكلام ده. تمام، إذا كان كده ماشي. وبعدها نزلت وشوية وجت ناهد. بجد يا ماما؟ وناوية تقعدي هنا فترة الحمل كلها؟ جرى ايه؟ هو انتي مش ليكي عيال ولا ايه؟ جرى ايه يا ناهد يا بنتي؟ في ايه؟ ما تسيبيني مع اخوكي. وبعدين ما انا سبتلك الشقة بتاعتك انتي وجوزك اللي على طول عامل مشاكل فيها بسبب قعدتي. ده مش طايقني كأني قاعدة على قلبه. لا يا حبيبتي، انتي ما مشيتيش عشان المشاكل ولا يحزنون. انتي مشيتي عشان تقعدي مع الهانم وتخدميها وتشوفي طلباتها. أنا بقى مين هيشوف طلباتي؟ على العموم يا حبيبتي، هبقى أجيلك يومين في الأسبوع وهروقلك الشقة. عاوزة حاجة تانية؟ انتي برضو البركة بتاعتي، ده انتي بنتي. بص يا ماما، أنا مستعدة أعمل كل حاجة ومش عاوزة منك ولا حاجة إلا حاجة واحدة بس. أنا عارفة إني غالية قوي عندك وإنك أكيد هتعملي اللي هقولك عليه. ده أنا عينيا ليكي يا بنتي، وأموري شوفي انتي عاوزة إيه وأنا أعملهولك على طول. خدي يا ماما الإزازة دي وحطي منها في أكل نجوى، بس اوعي تنسي يوم. أنا عاوزاكي تحطي لها من الإزازة دي كل يوم. خلاص يا بنتي، بس عشان ما انساش أنا هديها لها وأقولها تحط منها في الأكل بتاعها. بس هو إيه ده؟ إيه اللي بتقوليه ده؟ هو أنت عاوزة تعملي لي مصيبة؟ اوعي تقولي لها حاجة من دي. أنت تحطي لها في الأكل منها من غير ما هي تعرف. الإزازة دي اللي فيها هيخلي الحمل بتاعها ينزل. الحما ضربتها بالقلم وقالت: اخرسي قطع لسانك عيلة حيوانة، عايزة مرات أخوكي تسقط؟ الكلام اللي بتقوليه ده منك لله. يعني يا ماما عاوزة جوزي يروح يتجوز عليا ولا إيه؟ ما انت عارفة إن هو كل شوية بيعايرني عشان عدم الخلفة. دلوقتي بقى لما يعرف إن مرات أخويا بتخلف وحامل هيعمل فيا إيه؟ ما يعمل اللي يعمله ولا ينيل 60 نيلة على دماغه، ما هو حيوان زيك. تقومي تطلبي مني حاجة زي كده؟ عاوزاني أعمل كده؟ ده لا يمكن يحصل أبدا. امشي غوري برا في 60 داهية. ماشي يا ماما، اللي انت شايفاه صح اعمليه، بس والله لا أعمل كده بنفسي. قسما عظما لو فكرت تيجي جنب مرات أخوكي يا بيت ما تعرفي أنا هعمل فيكي إيه. وبعدها مشيت من شقتي. وبالليل رجعنا وقلت لجوزي: ناوي برضو تدي مامتك من المصاريف؟ برضو هتديلها المبلغ اللي متعود تديهولها كل شهر؟ أظن بقى خلاص أنا دلوقتي حامل وهبقى محتاجة كل قرش. كل عيل بيجي برزقه، وأنا ما ينفعش أقطع رزق ماما. أنا متعود أديها المبلغ ده كل شهر. قطع الأرزاق مش كويس، ولما تقطعي رزق حد ما تعرفيش ممكن ربنا يرد لنا الموضوع ده إزاي. طب ما هي قاعدة معانا، يعني بتاكل معانا وبتشرب معانا. ارحمني بقى من اللي انت بتعمله ده. بقولك ايه، الحوار خلص، أظن ملكيش دعوة بحاجة. انت سامعة ولا لأ؟ براحتك يا مراد، اللي انت شايفه صح اعمله. وبعدها نمت، وتاني يوم راح عند ماما: ست الكل، عاملة ايه واخبارك ايه؟ النهاردة جبتلك اكل معايا وانا جاي من الشغل. كتر خيرك يا ابني، والله العظيم ما تعرف بكون فرحانة ازاي اول ما بشوف دخلتك عليا. ربنا يخليك. خد يا حبيبتي الظرف بتاع كل شهر. انا عارف ان انا اتأخرت شوية الشهر ده. يا حبيبي تأخير ايه؟ هو انت اصلا ليك انك تدفع لي كل شهر مرتب؟ ده انت كمان مش عاوزني اقول لبنتي على اللي انت بتعمله؟ ده انت كتر خيرك. جرى ايه يا ماما؟ هو في ايه؟ هو انا مش ابنك برضو؟ ربنا يعلم معزتك عندي، انت غالية عندي قوي. وعلى فكرة انا جاية اخدك عندنا، بس لما تاكلي. هاجي عندكم اعمل ايه يا ابني؟ ده انا تعبانة يا مراد، ولسه كنت عندكم الاسبوع اللي فات يا ابني، وانا مش بقدر اتحرك كل شوية. انا عاوزة اقولك حاجة، بس بالله عليكي ما تزعلي مني. والله ما كانش في اي حد يعرف عن الموضوع ده. احنا عملنا حقن مجهري ونجوى حامل. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايه الخبر الحلو ده؟ بقى ده خبر تأخروا عني برضو، وهي ليه ما قالتليش؟ طب يلا بينا، انا عاوزة اروح ابارك لبنتي. اهدي بس بالله عليكي، انا مش همشي الا لما تاكلي، وانا اللي هروح احطلك الاكل في الاطباق بنفسي.
أنا كنت بنتها الوحيدة وكانت فرحانة قوي عشاني، وبعد الأكل خدها وداها الشقة. ماما حبيبتي تعالي يا قلبي، والله العظيم ما تعرفي انتي وحشاني قد ايه، ده انتي ليكي عندي حتة خبر إنما هيفرحك قوي. اخسى عليكي، ده أنا قلت أول لما تعرفي هتتصلي بيا، لولا إن مراد جه وقال لي على كل حاجة. يا بنتي ده أنا فرحانة لك قوي، ما فرحتنيش ليه من بدري؟ إيه؟ هو مراد قالك؟ مراد ده عامل نشرة أخبار، ما فيش حد في العمارة ولا في الشارع ما قالوش على خبر الحمل، ناقص يتذاع في التلفزيون. هو مراد معاكي؟ جابك لحد هنا؟ أيوة يا بنتي كان معايا، وجاله تليفون عند العمارة هنا، قال لي اطلعي وهو هيروح يشوف المشوار اللي وراه. طب تعالي. وبعدها دخلت وخرجت حماتي. أهلا أهلا، عاملة إيه؟ والله العظيم ما تعرفيش انتي وحشاني ازاي يا ست منى. وكانت لسه هتقعد نجوى قالت لها هو في ايه؟ هو انتي ناوية تقعدي معانا ولا ايه؟ ادخلي يلا شوفي اللي وراكي في المطبخ، واعملي أكل بزيادة النهاردة عشان ماما هتتغدى معانا. عينيا يا بنتي، انتي تأمريني، دي أمك تنورنا، دي ست غالية. تحبي تاكلي حاجة معينة يا حاجة أعملها لك؟ أي أكل من إيدك زي العسل يا ست الكل، ربنا يخليكي يا حبيبتي. وبعدها دخلت وماما قالت إيه يا بنتي الأسلوب اللي انتي بتكلمي حماتك بيه ده؟ انتي ما بتشوفيش جوزك بيتعامل معايا ازاي؟ ده انتي جوزك شايلني فوق راسه. بالله عليكي تسكتي، انتي مش عارفة الست دي بالنسبة لي عاملة زي الهم على القلب، دي من ساعة ما عرفت اللي أنا حامل وجت تقعد على قلبي هنا. وإيه يعني يا بنتي حماتك ولازم تشيليها فوق راسك، وانت شايفة الست هي عمالة تساعدك، يمكن قاعدة معاكي عشان قلبها عليكي وعاوزة تراعيكي. هو انت فاكرة ان هي بتساعدني ببلاش ولا ايه؟ دي بتاخد فلوس قد كده كل شهر من جوزي، وليا بجحة بعيد عنك. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ومعنى ان جوزك بيدي امه تبقى هي وليا بجحة؟ اخسى عليكي. انت عارفة يا ماما لو بتصرف الفلوس دي على نفسها والله كنت قلت مفيش مشكلة، بس دي بتصرف الفلوس على عيالها الاتنين الكوبب اللي قاعدين معاها، منهم واحدة متجوزة وعاملة مشاكل مع جوزها، ولما تروح لها جوزها مش بيطيقها. المهم بقى بالرغم من كل ده إنها برضه بتصرف عليها. يا حبيبتي هي حرة في ولادها وابنها ومن حقه يساعدها. المهم دي كويسة؟ كويسة أوي يا ماما، والله ما تعرفيش ازاي أنا فرحانة إني هكون أم. حاولي تكوني طيبة يا نجوى مع حماتك، دي ست شكلها محترمة، عشان اللي بتعمليه ده هيتردلك يا بنتي لما تخلفي. بقولك ايه، مش وقته الكلام ده، أنا عارفة إنك بتحبي تنامي بالنهار شوية، ادخلي يلا ريحي جسمك جوه، وأول لما الأكل يخلص هقولك. كتر خيرك يا بنتي. وبعدها دخلت وأنا دخلت المطبخ. بقولك ايه يا حماتي، السجاد كده شكله مطرب قوي وعاوز يتنفض، ايه رأيك لما تاخديه تنضفيه فوق السطوح؟ عينيا ليكي يا نجوى يا بنتي، أخلص الأكل وهاخد السجاد وأطلعه وأعملك اللي انتي عاوزاه، مفيش مشكلة. بس يعني لو الموضوع هيضايقك بلاش، أصل أنا مش عاوزة شكاوي تتقل مراد. اخسى عليكي يا نجوى، من امتى بشتكي لجوزك في أي حاجة بتحصل؟ ما تشيليش هم يا بنتي، ده أنا بعتبرك بنت من ضمن بناتي، وأنا هعملك كل اللي انتي عاوزاه. تمام يا حماتي، ماشي. بقولك ايه، حاولي بالله عليكي واحنا قاعدين على الأكل ما تاكليش فراخ كتير، أصل زي ما انتي شايفة الأكل على القد، وكده كده أمي بتجيلي كل فين وفين، فمش معقولة يعني مش هأكلها. عينيا يا حبيبتي، اللي تأمري بيه. على العموم هو الخير كتير الحمد لله، والأكل يكفي الكل، بس أنا برضو ماليش تقل على الفراخ الكتير. وبعدها قعدنا ناكل، وجت ناهد. ايه اللي جابك يا ناهد؟ مش أنا قلتلك خليكي في الشقة هناك، أنا مش عاوزاكي تكوني موجودة هنا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا أمي؟ اقعدي يا ناهد كلي معانا. معلش يا مراد، أنا كنت عاوزة ماما دقيقة واحدة جوه. خير يا حبيبتي، محتاجة فلوس ولا محتاجة حاجة؟ نجوى ساعتها اتغاظت وقالت يا بطني، مش قادرة، مش عارفة ليه من الصبح صحي على مغص كده. أكيد يا نهد انت عارفة الحمل متعب قد ايه. بس انت طبعا ما تعرفيش، أصلك لسه ما جربتيش تحملي ولا تخلفي. ألف مبروك على الحمل يا نجوى. ألف مبروك يا حبيبتي،
كفاية انت تخلفي ونفرح بخلفتك، وهي ماما معاكي سايبانا ولا سائلة فينا عشان تبقى جنبك في أي طلب تطلبيه. طب تعالي يا بنتي اقعدي على الأكل، مالك واقفة كده ليه؟ سيبك منها يا مراد، ناهد مش فاضية، تلاقيها عاوزاني في حاجة وهتمشي على طول، ولا ايه يا ناهد؟ خلاص يا ماما مش عاوزة حاجة، أنا ماشية، هبقى أكلمك في التليفون. وراحت سايباهم ومشيت. في الوقت ده اتكلم مراد وقال: الأكل جميل قوي، تسلم ايدك يا ماما، أنا هدخل بقى أنام قبل ما أروح الشغل. وراح سايبهم ودخل على جوه. وانت هتفضلي قاعدة يا حماتي؟ مش هتقومي تشيلي الأكل ولا انت مستنياني أنا اللي أقوم؟ خليك انت يا حبيبتي، أنا اللي هقوم أشيل الأكل، كفاية إنك تعبتي نفسك ووقفتي في المطبخ وحضرتيه. نجوى بحدة: بتعملي إيه يا ماما؟ خليكي مكانك، حماتي هي اللي هتقوم تعمل كل ده، هي قاعدة معايا عشان كده، مش معقول اليوم اللي هتجيلي فيه تقعدي تشتغلي فيه. بس يا بنتي، ولا بس ولا حاجة، نجوى عندها حق يا حبيبتي، خليكي اقعدي مع نجوى، ممكن تكون عاوزة تتكلم معاكي في حاجة كده ولا كده. وراحت سايباهم وداخلة. ايه اللي انتي بتهببيه ده يا بنتي؟ وانتي ما بتشوفيش مراد بيعمل ايه معايا؟ انتي ازاي بتتعاملي مع امه بالشكل ده؟ حرام عليكي اتقي ربنا. ماما، انا قلتلك 100 مرة ما تتدخليش في حاجة وخليها تحرك نفسها بدل ما تفضل قاعدة، ولا هي جاية تقعد كده بالاسم وعاملة نفسها بتخدمني عشان تقعد تشوف انا وجوزي بنعمل ايه وتتطقص علينا. بدل قعدت معانا يبقى خليها تشتغل وسيبك منها بقى. والله العظيم انتي بنت مش كويسة، واحدة غيرك تحمد ربنا على مراد، ده راجل محترم، راجل ولا كل الرجال، ده كويس انه فضل مستحملك طول الفترة دي من غير ما يقولك كلمة تزعلك، بدل ما تعملي له خاطر وتشيلوا أمه فوق راسك تقولي الكلام ده، تيجي على أمه كده، أخصى عليكي. بقولك ايه يا ماما، مش معقولة هتزعلي مني عشان حماتي، هو فيه ايه؟ مفيش حاجة يا نجوى، بس عاوزة أقولك اشتري خاطر جوزك وشوفي بيحب ايه واعمليه، بلاش تخسريه، لأن معاملتك لأمه هو لسه مش داري بيها، ولو عرف مش هيسكت ولا هيصبر، ومصيره يجي عليه يوم ويعرف، وقتها بقى هيزعل منك ويعلم يعمل ايه، وما تبقيش بقى تزعلي لو عرف وطلقك. وراحت سايباها وماشية. في الوقت ده خرجت الحمة بالشاي وقالت: فين أمك يا نجوى؟ أنا قلت أجي أقعد معاها شوية وهو نشرب الشاي سوا. مشيت. ومين قالك يا حماتي تعملي شاي؟ أهو هيترمى، وسيبي بقى اللي في إيدك ده ولمي السجاد ونفضيه عشان كله تراب. وانتي شكلك بتنسي يا بنتي، هو أنا مش منفضاها النهاردة ومسحة الشقة؟ هو انتي إيه، الحمل مأثر على دماغك؟ لا ما نسيتش ولا الحمل مأثر على دماغي، بس انتي ما خدتيش بالك ان المحروسة بنتك كانت داخلة بالشوز، وانا ما بحبش حد يدخل الشقة بالشوز، بس انا تعبت النهاردة ومش قادرة، خليها بكرة عشان السلم طويل، وبصراحة مش هعرف اطلع السجادة على السلم، مش قادرة. وانا قلت كلمة ويلا اعملي اللي قلتلك عليه، وانتي لحقتي تتعبي؟ امال لو ما كنتيش لسه واكلة كنتي عملتي ايه؟ أهو تهدمي اللقمة بدل ما تتقل على قلبك يا حماتي. اخسى عليكي يا بنتي، لسه واكلة ايه؟ هو أنا جاية عشان آكل؟ ده أنا جاية عشان أخلي بالي منك وأشوفك، عاوزاكي تبقي مستريحة وأطمن عليكي، يعني ده جزاتي؟ بقولك ايه، هو انتي مفكرة لما تعملي الشويتين دول هتصعبي عليا؟ يلا اعملي اللي قلتلك عليه. أمال انتي أصلا جاية ليه؟ في الوقت ده طلع مراد من الأوضة وقال بحدة: هو في ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ وانت يا نجوى، انت ازاي بتتكلمي مع ماما كده؟ والحق عليها ان هي سايبه بيتها وجايه تشوف طلباتك، هي جايه تقعد معاكي لحد ما تقومي بالسلامه تكلميها بالشكل ده؟ وانا ما طلبتش حد يجي، وطالما عاوز كده يبقى تمام، تعمل الشغل المطلوب منها، ولا هي هتفضل اليوم كله نايمه؟ ماما اتفضلي مع السلامه، يا ريت تروحي بيتك دلوقتي، ولما احب اشوفك هبقى انا اجيلك. حاضر يا ابني اللي تشوفه، بس بالله عليك ما تزعل نجوى، اكيد ما تقصدش اللي بتعمله ده، تلاقيها متوترة بسبب هرمونات الحمل، تعرف الحمل بيأثر على الستات. مراد بجمود: حاضر يا ماما،
ومعلش تعبناكي معانا الفترة دي. ولا تعب ولا حاجة. وراحت واخدة بعضها ومشيت. وعند ناهد يوسف بسخرية: مرات أخوكي حملت أهو، وانت لسه قاعدة كده زي الأرض البور اللي مش بيحوق فيها ولا بتطرح زرعة. ايه اللي بتقوله ده يا يوسف؟ هي دي كانت حاجة بإيدي ولا بإيدي؟ انت بتلومني على حاجة زي كده ليه؟ فين عاوز أكون أب وانت رافضة إن أتجوز؟ معقولة يا يوسف عايز تتجوز عليا؟ والله لو عملت كده ما اسكت وأقضي على نفسي وأخلص عليك. أنا مش ممكن أسيبك تتجوز عليا. إيه وأنا أعمل إيه؟ أنا من حقي أكون أب وأعملي حسابك. أنا مش هصبر أكتر من كده، وهشوف واحدة وهتجوزها، وانت ياكي تقولي الكلام الأهبل ده تاني. وفي الوقت ده دخلت الأم وقالت بحدة: انت ازاي يا بنت تسكتي على الكلام ده وتخليه يكلمك بالشكل ده؟ وراحت موجهة كلامها ليوسف: وطالما انت مقتدر كده قولي هتتجوزها فين؟ تجيتي يا حماتي؟ أهلا وسهلا، أهي كملت قوقة وبرقوقة وصلوا. لمي نفسك واحترم نفسك. ما قلتليش هتتجوز فين الغندورة اللي انت عاوز تتجوزها؟ هنا يا حماتي. هتجوز فين يعني؟ ما هو ده المكان بتاعي. أيوة كده قلتلي. وانت ناسي يا أستاذ إن الشقة دي باسمي؟ ده انت بجح وعينك بجحة، عاوز تتجوز على بنتي في الشقة بتاعت أمها؟ بص بقى، أنا زهقت من طريقتك دي ومن البت الهابلة اللي معاك، وعاملة لك اعتبار وانت ما تسواش 3 تعريفة. والله ما تسوى نكلة في سوق الرجالة. عاوز تتجوز؟ روح اشتري لك شقة، وانا مش عاوز اشوف وشك هنا في بيتي تاني. وورقة نهد توصل لها. ايه اللي بتقوليه ده يا حماتي؟ وانت عاوزة تخربي على ناهد ولا ايه؟ الخراب انها تقعد مع واحد زيك من اشباه الرجال. ملكش دعوة بناهد. هو انت مفكر لما تقولها هتجوز عليكي هنبقى عليك؟ لا يا حبيبي، في 60 داهية وخد الباب وراك. ماشي يا حماتي، وكويس قوي انها جت منكم. انا كنت قاعد معاها وصابر عليها عشان اصلي، لكن كده كده طولت قصرت كنت هطلقها. إيه اللي يجبرني ان افضل مع واحدة زيها عاملة زي الارض البور؟ وراح سايبهم ومشى. في الوقت ده اتكلمت ناهد وقالت بدموع: يا رب تبقي مبسوطة بقى دلوقتي يا ماما لما يوسف يطلقني. فيها ايه يعني لو كنت عملتي اللي طلبته منك وكنت خليتي المحروقة اللي اسمها نجوى دي ما تكملش في الحمل؟ تتجننتي يا بنت؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه اللي في دماغك ده؟ ده مش مخ بني ادمين، ده تفكير أبلسة. ده مراد حنين ومفيش منه، وقلبه طيب على الناس كلها. يهون عليك أخوكي؟ عاوزة تكسري فرحته؟ عشان مين؟ عشان الجربوع اللي اسمه يوسف؟ ده مش شريكي أصلا، ولو كان معاه حتة يتوى فيها كان طلقك من زمان. خلاص يا ماما، اللي حصل حصل. وراحت مكملة بسخرية: وإيه اللي جابك يا ماما؟ ما قلتليش إنك هتيجي دلوقتي؟ إيه اللي غير الوضع؟ ده أخوكي لما حس إني هتعب قال لي روحي، وأي حاجة هتحتاجها نجوى أنا هعملها. ممكن والله يا عالم. عند مراد كان قاعد مع حماته وقال بهدوء: أنا عاوزك يا حماتي الفترة اللي جاية تيجي وتقعدي مع نجوى. مش عارفة كويس اللي أنا خايف ولا الحمل يحصل فيه حاجة وأنا بعيد عنها. كمان نوفر الإيجار اللي بتدفعيه كل شهر بدل ما تقعدي لوحدك. بس أنا مش عاوزة أبقى تقيلة عليك يا مراد، كفاية اللي بتعمله عشاني. وكمان رافض تقوله لنجوى. مش وقته الكلام ده يا حماتي. كل اللي أنا عاوزه إنك توافقي. وكمان انت عارفة إن في بيبي جاي والمصاريف هتبقى كتير، والفلوس اللي أنا كنت بديها لك كل شهر مش هقدر بعد كده اديها لك. خلاص يا حبيبي، اللي تشوفه، أنا تحت أمرك. وراح وأخد حماته وراح بيها الشقة بتاعته اللي لقى نجوى قاعدة. رحت فين يا حبيبي؟ ده أنا بقالي فترة برن عليك ما بتردش عليا. انت فهمت غلط ولا ايه؟ خلي بالك، أنا بعتبر مامتك زي مامتي، عشان كده بتعامل معها بعشم مش أكتر من كده. معلش، ما أنا جبتلك أمك أهي عشان تقعد معاكي وتخدمك وتخلي بالها منك. وعاوز بقى نفس العشم اللي كنتي بتعاملي بيه أمي تعاملي بيه أمك. مش عاوز يبقى فيه فرق، فاهمة يا نجوى؟ ما تفرقيش بين الاتنين، ما الاتنين أمهاتك برضو. النجوى بتوتر: بس انت عارف كويس ان ماما تعبانة وست كبيرة
ومش هتقدر تخدمني وكده. أنا مش هتبقى برضو تعبانة أكتر من أمي اللي أول ما عرفت إنك حامل جرت على هنا وكانت شايلة البيت على راسها. وراح باصص لحماته وقال: ممكن تجهزي لي الأكل عشان جعان، وفي هدوم جوه يا ريت تغسليها، أصل أنا محتاجها ضروري. الأم وهي بتبص لبنتها: حاضر يا ابني حاضر. وراحت داخلة على جوه. في الوقت ده اتكلمت نجوى وقالت: هو أنت مفكر إن أنا ممكن أسمح لك تعامل ماما بالشكل ده؟ ليه؟ هو أنا كنت عملت إيه؟ أو تعمل باللقمة اللي هتاكلها والنومة اللي هتنامها هنا؟ إيه اللي أنت بتقوله ده يا مراد؟ أمي عندها شقة تقعد فيها، إيه اللي يخليها تيجي تقعد معانا؟ خلاص. الشقة سلمتها للراجل اللي مستأجرة منه. أصل نسيت أقولك، أنا اللي كنت بدفع لها إيجار الشقة، وبما إنك حامل دلوقتي فأكيد أنت محتاجاها تكون جنبك وهتقعد معانا ونوفر إيجار الشقة. معقولة يا مراد كنت بتعمل كده؟ وأكتر من كده كمان، بس ما كنتش بحب أقول. وخلي أمك لما تخلص الأكل تجيبهولي في الأوضة عشان ماليش نفسي أكل هنا. وراح سايبها وداخل. إيه اللي أنا عملته ده شكل مراد جايب ماما عشان يرد اللي أنا عملته في أمه. بس أنا لو اتكلمت ممكن يطلقني فيها، وقتها هبقى أنا وأمي في الشارع. يا ريتني سمعت كلامك يا ماما، أديها جت فوق دماغي. في الوقت ده لقيت مراد بينادي على أمي بصوت عالي: نعم يا ابني، بتنادي عليا بالشكل ده ليه؟ هو في حاجة حصلت لا سمح الله؟ عاوزك تروقي البيت، بس انت عارفة كويس إني ما بحبش أقعد فيه كده. أنا حاسس إنه مكركب وعاوز يتروق. حاضر يا ابني، هعمل اللي انت عاوزه. وراحت تعمل اللي قالها عليه. ولسه يا حماتي، انت لسه شفتي حاجة؟ اصل مش جازات المعروف اللي أنا كنت بعمله فيك انت وبنتك في الآخر يتعمل كده في أمي وتتهان بالشكل ده، وكمان في بيتي. وتاني يوم بيصحى مراد وبيقول بحدة: حماتي يا حماتي، انت فين؟ ايه يا ابني على الصبح كده؟ في حاجة حصلت ولا ايه؟ وانت مش شايفة الشقة عاملة ازاي؟ عاوزك يا حماتي تقلبي عليها وطيها. وليه يا ابني؟ ما انا لسه عاملاها امبارح ونجيفة وزي الفل، وانت عاوزني اعملها كل يوم؟ شكلك كده عاوزة تمشي من هنا، ولا مش عاوزة تاكلي النهاردة؟ انا قلت على قد ما تروقي على قد ما هتاكلي، ولا انت مش عاوزة تاكلي بقى؟ معقولة انت مراد ازاي تقول حاجة زي كده؟ ده انت طول عمرك راجل خير وبتعمل المعروف. انت ايه اللي غيرك كده يا ابني؟ انا بجد مش مصدقة انك بتقول الكلام ده. نجوى بدموع: انا السبب يا ماما، انا السبب في كل اللي بيعمله مراد. انا اللي كنت بكلم مامته بطريقة مش كويسة، وكنت ببهدل فيها طول اليوم واخليها تعمل حاجات فوق طاقتها. عشان كده هو بيردلي اللي انا عملته، وبيعمل معاكي زي ما عملت بالظبط في امه. انا كده فهمت، ويا ما حذرتك يا بنتي وقلتلك بلاش اللي بتعمليه ده، وانت اللي كان في دماغك برضه بتعمليه ومصممة عليه. اشربي بقى، لا انا ولا انت هنقدر نفتح بقنا بعد اللي انت عملتيه ده. نجوى بدموع الندم: انا اسفة يا مراد، والله انا عرفت غلطي، عرفت اني عملت ذنب كبير قوي لما كنت بعمل والدتك بالشكل ده. انا مستعدة اروح معاك واستسمحها وابوس ايديها كمان. معقولة يا نجوى؟ معقولة انت ممكن تعملي كده؟ ده انت هون عليكي تستسمحي امي؟ والله، بس اهم حاجة تسامحني. في الوقت ده مراد راح متكلم، راح باصص على حماته وقال: وانا كمان اسف يا طنط، انا غلطت فيكي لما حبيت اصلح الغلط بالغلط. كان المفروض اتكلم مع نجوى واعاتبها وما اجيش عليكي في حاجة، لان انت مالكيش ذنب. بس انا بصراحة الطريقة اللي سمعتها بتكلم بيها امي خلت الدم يغلي في عروقي، وكنت عاوزة ارد لها القلم قلمين. ولا يهمك يا ابني، انا مستحيل ازعل منك، انت زي ابني واكتر، واللي كنت بتعمله زمان يغفر لك اي حاجة. وانت يا نجوى يا بنتي، بدي ربنا ان ربنا رزقك بحما زي حماتك وراجل زي جوزك. ده في ناس تانية كتير يتمنوا ربع معاملة حماتك، ويتمنوا راجل محترم زي جوزك اللي زيهم يتشال على الراس يا بنتي. وانا فعلا ندمانة، ويا ريت يرجع بيا الزمن ما كنتش هقول لها كلمة تزعلها. انا لما شفت مراد بيعاملك كده فعلا حسيت بالقهر، وحسيت قد ايه كنت بتسلط عليها وبظلمها، وهي عشان كانت ست محترمة كانت بتسكت. مينفعش نسيبها كده،
أنا مش عاوزاها تبقى زعلانة مني. تمام، يلا بينا. وراح واخدها ومشى. وعند ناهد: أنا مش هسيبك النهاردة غير لما تقوليلي اللي اسمها نجوى دي عملت فيكي إيه، خليتك مش عاوزة تروحي هناك تاني. وأنا قلتلك 100 مرة مالكيش دعوة لا بأخوكي ولا بنجوى، شيلي نجوى من دماغك، كفاية اللي كنتي عاوزة تهببيه. خلاص بقى يا ماما، أنا كنت عاوزة أعمل كده عشان يوسف، وأهو غار في 60 داهية قبل ما كنت عاوزة أعمل اللي أعمله. ربنا يسامحني بقى على اللي كنت بفكر فيه، بس أنا كنت ضعيفة قوي قدامه. في الوقت ده الجرس رن، وراحت ناهد تفتح، لقت مراد ونجوى. في يا بنتي، واقفة كده ليه؟ وسعي كده، عاوزين ندخل. وأول ما شافتهم الأم قالت بقلق: انتم هنا يا ولاد؟ وانتي يا نجوى؟ طمنيني عليكي يا بنتي، مالك واقفة كده ليه؟ حقك عليا يا ماما، أنا زي كنت وحشة كده، زي ما كنت شايفة حبك وحنانك. أنا أسفة وحقك عليا على اللي كنت بعاملك بيه. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده، أهم حاجة أشوفك قايمة بالسلامة وتجيبي لي حفيد، ده كل اللي أنا عاوزاه. في الوقت ده لسه ناهد قايمة عشان تدخل جوه، راحت ماسكة إيديها وقالت: انتي رايحة فين يا ناهد؟ أنا عاوزاكي ما تزعليش، وإن شاء الله زي ما ربنا كرمني هيكرمك انتي كمان، وابني أو بنتي لما يجوا بالسلامة هتبقي انتي أمهم زي ما أنا أمهم، يعني هيبقى لهم أمين. ناهد بفرحة: بجد يا نجوى؟ يعني هتخليني أشيل البيبي وأفرح بيه؟ مش هتزعلي وتبعديني عنه؟ لا طبعا، ده أنا هبقى هبلة، إزاي أحرم ابني من عيلة بتحبه كده؟ وراحت واخدها بالحضن، وقعدوا كلهم سوا في جو أسري جميل. في أوقات الحقد والغل اللي في قلوبنا ما بيخليناش نشوف الناس اللي بتحبنا وبيخافوا علينا، وبسبب الطريقة دي ممكن نخسرهم للأبد، فلازم نتمسك بيهم عشان اللي زي دول ما يتعوضوش. ودي كانت رسالة نجوى، وبكده تكون خلصت الحكاية. نشوفكم في قصة جديدة، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.